جسمكم هيكون محرق الدهون حرفيا لو مشيتوا على ال10 عادات دول. 10 عادات يوميه موجودين معانا في البيت، ممكن نكون بنعملهم كل يوم، ممكن نعملهم كل يوم من غير ما نحس بيهم. مش عايزين تروحوا الجيم، عايزين تحرقوا دهون، عايزين تتخلصوا من نسبه الدهون المتراكمه في جسمكم. عندك بقى دهون متراكمه في اسفل بطنك، عندكم دهون متراكمه في الفخاد، عندكم دهون متراكمه في اسفل الصدر، عايزين تتخلصوا من الدهون دي كلها ومش عارفين تعملوا ايه، او ما عندكوش وقت انكم تروحوا الجيم. يبقى ال10 عادات دول لازم تعملهم عشان نتخلص من الدهون دي تماما. واول حاجه كل بروتين. ايوه زي ما بقول لك كده، كل بروتين، كل بروتين زياده. كل ما تاكل بروتين زياده كل ما نسبه الحرق في جسمك هتزيد، لان البروتين بيحتاج طاقه زياده عشان يتهضم، وده معناه ان جسمك هيكون الحرق فيه عالي. بروتينات زي التونه والسمك واللحمه والفراخ والبيض وكل الكلام ده بروتينات، حاولوا تستخدموه وتدخلوه في روتين كل يوم. تاني حاجه الفلفل الحار او التوابل الحاره، الكلام ده بيرفع درجه حراره الجسم، وده معناه ان نسبه الحرق هتكون عاليه في جسمك بشكل كبير جدا جدا جدا. تالت حاجه الالياف. الالياف مش بس بتساعدك في الهضم، لا كمان بتزود معاك نسبه الحرق بشكل كبير جدا. الالياف زي الفواكه، زي الخضروات، زي البذور. رابع عنصر الزنك والمغنيسيوم. الزنك والمغنيسيوم من المعادن المهمه جدا في التمثيل الغذائي وزياده الحرق في الجسم، موجودين في المكسرات، موجودين في البذور. خامس عاده النوم. لازم تنام كويس، لو مش بتنام كويس جسمك مش هيحرق دهون، هرموناتك مش هتبقى متظبطه، هرموناتك هتكون متلخبطه. لازم تنام مش اقل من 8 ل 7 ساعات. النوم بس مش عشان يريح جسمك، لا النوم كمان عشان يظبط هرموناتك ويحرق دهونك ويخلصك من نسبه الدهون المتراكمه في جسمك. رقم 6 لو انت من محبين القهوه في الصباح، ده مش بس عاده لذيذه، لا ده كمان بيعلي نسبه الحرق في الجسم بشكل كبير جدا. الكافيين اللي موجود في القهوه بيساعد على حرق الدهون بشكل اسرع. رقم 7 التمارين اللي بتعتمد على السرعه والراحه القليله، زي مثلا تمارين الهيت. تمارين الهيت دي بتعتمد انك بتتمرن بشكل سريع لمده دقيقتين وبتريح مثلا من دقيقه ل 30 ثانيه، وزي مثلا انك تجري على المشايه، او ان لو مش انت مش هتروح الجيم ممكن مثلا تلعبوا نط الحبل، تجروا في المكان لمده دقيقتين، والكلام ده مش اقل من 20 دقيقه في اليوم. تمارين الهيت مش بس هتحرق دهون وانت بتتمرن، لا تمارين الهيت ده هتفضل تحرق معاكم لمده طويله حتى بعد التمرين. رقم 8 الميه السخنه. الميه السخنه مهمه جدا لحرق الدهون. ليه؟ لان انت لما بتتعرض لميه سخنه جسمك بيبدا يكيف نفسه ان هو يسخن نفسه، يأقلم نفسه مع الميه الدافيه، فبالتالي ده بيعلي نسبه الحرق وبيخليك تستهلك سعرات حراريه عاليه. مش بس كده، وكمان ده بيساعدك في الهضم. رقم 9 الشاي الاخضر اللي الناس كلها عارفاه. الشاي الاخضر فيه مضادات اكسده، وده بيساعد الجسم ان هو يتخلص من نسبه الدهون الموجوده فيه. واخيرا رقم 10 النعناع. جربت تاخد نعناع قبل كده؟ النعناع مش بس هيساعدك تهضم، لا وكمان هيحفز الجسم ان هو يحرق الدهون. جربوا يا جماعه تضيفوا الكلام ده في يومكم. لو انتم مش بتنزلوا جيم او بتنزلوا جيم وعايزين تتخلصوا من نسبه الدهون الموجوده في جسمكم، جربوا تدخلوا الكلام ده في روتينكم اليومي. وده مش معناه انك تدخل كل حاجه او تاكل الكلام ده كله في يوم، لا حاول ان انت تستخدم الحاجات دي في يومك، هتساعدك بشكل كبير جدا انكم تتخلصوا من نسبه الدهون الموجوده في جسمكم. ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا سبسكرايب للقناه، ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات ايه اكتر حاجه من الحاجات دي بتستخدموها في يومكم وجابت معاكم نتيجه. انا كابتن عزو، اشوفكم بكره في الحلقه الجايه. سلام.